كان عندي لفة من الجلاش من رمضان بجد مش عارفة أعمل لها إيه وبجد مش عارفة النهاردة حتى أعمل أكل إيه، فجبتها وقطعتها بالشكل ده، ولو انتي عندك بقى لفة جلاش متقطعة ومتهربدة خالص دي كمان الوصفة دي هتنفع جدا معاكي. بعد ما تقطعيها بقى بالشكل ده هنجيب بقى الصينية أو اللي انتي هتحطي فيه بايركس أو ألمونيوم وتدهنيها دهنة من الزيت ونحط الجلاش بالشكل ده ونسويه كويس جدا ما تبقاش مكان أعلى من مكان. وبعد كده هنعمل خلطة كده حلوة جدا عشان نشرب بيها الجلاش، عبارة عن معلقة كبيرة من السمنة ونص كوباية من اللبن، وهنحط بعد كده بيضاية وفلفل اسود ومعلقة من البيكنج باودر ورشة كمان من الملح. بعد كده هنقلبهم كويس جدا مع بعض ونبدأ نشرب بيها الجلاش ونضغط عليه كده ضغطة بسيطة بحيث ان هو يتشرب كويس جدا. عندي بقى اي حاجة عايزة اضيفها بضيفها اذا كان لحوم او فراخ او اي حاجة. انا هعملها خضار وجبن، فحطيت فلفل بقى اخضر حار وبارد طبعا زي ما تحبي، وهحط زيتون وطماطم وجبنة رومي وجبنة موتزاريلا اللي موجودة عندك يعني هيسد ان شاء الله وهتعجبك جدا بجد طعمها حلو قوي. وكمان هحط رشة من الاوريجانو على الوش او زعتر اللي موجود عندك، او لو مش موجود خلاص بدخلها بعد كده الفرن درجة حرارة بتكون 200 رف أوسط لغاية ما بتاخد اللون من فوق ومن تحت، ولو حابة تديها وش في الشواية بتبقى حلوة جدا سهلة وبسيطة وبتلم كل بقى بواقي التلاجة اللي عندك تقدري تضيفي فيها أي حاجة بجد سهلة جدا. وشكلي كده هعمل على طول الجلاش بالطريقة دي مش هيبقى بواقي بس. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.